زي ما بيقولوا العين فلقت الحجر، والفترة الأخيرة لفتت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الأنظار بظهورها المثير على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي ناس كتير نفسيتها وحشة أظهرت حقدها في التعليقات عليها. ملك فاجأت الجميع بعد نقلها لأحد المستشفيات بعد إصابتها بمرض غامض حصل لها فجأة، والأطباء مش عارفين يشخصوه بقالهم 3 أيام. صورة ملك وهي على سرير المستشفى وبجوارها والدها الفنان أحمد زاهر أثارت تعاطف الكثير، وطالبهم والدها بالدعاء لابنته بالشفاء العاجل. لكن ملك قررت تنشر بوست تشرح فيه اللي حصل لها وقالت: عمري ما بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار بيني وبين صحابي. قالت كمان: بس بجد حاسة إن الفترة الأخيرة بيجيلي كومنتس كلها انت عايشة ومبسوطة واحنا مش عايشين، وإيه كل اللي انتوا فيه ده، وحاسه ان في ناس بص على اتفه الحاجات اللي ممكن تكون عندي بتبسطني، زي مثلا اني اروح الجيم او اخرج مع صحابي او يكون شكلي حلو وانا رايحه ايفنت معين. اضافت كمان ملك احمد زاهر: حبيت بس اقول لكم ان الحياه مش وردي، وانا بقالي 3 ايام تعبانه شويه وعندي حاجه لحد دلوقتي مش فاهمين سببها وجات لي فجاه، وفي حوالي نص ساعة قبلها كنت زي الفل، ومن ساعتها مش عارفة أنزل أو حد يشوفني باللي أنا فيه ده، ونفسيتي وحشة قوي. أنا بحكي الكلام ده عشان تعرفوا بس إن حياتي فيها الحلو والوحش، والله زي أي حد، بس أنا بحب دايما أشير الحلو، وغالبا ده غلط فقررت أشارككم. وبعدها اختتمت كلامها وقالت: كمان الوحش، ومع إن اللي بيحصل لي دلوقتي أنا بحمد ربنا عليه، وعارفة إنه بإذن الله هيكون حاجة بسيطة وإن شاء الله هخف وكله هيكون تمام، بس الهدف من الستوري دي مش إن أي حد يقلق عليا، لأن الحمد لله أنا هو مخلي نفسيتي وحشة قوي. حقيقي كل اللي طالباه إنكم ما تحكموش على حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره في أي حاجة، لأنها بتوري يمكن بس 20% من حياته. ادعوا لي نخف بسرعة وشكرا، وأنا تمام مفيش أي حاجة مقلقة، أنا بس حسيت إني محتاجة أشارك الوحش زي ما أنا دايما بشارك الحلو مش أكتر.